فيش ترتيب ومش قايل قبلها يا فيش. جماعه لا لا خبر انا بقول لكم انتوا عندكم ميعاد كاستنج العرب كوت تالنت في اليوم كمان اسبوع ولا اي حاجه. انتوا على طول كده، انت بتتكلم بجد يا عم ولا بتهزر؟ قال لنا والله بكذا، وفي قرية زويل يوم كذا الساعة كذا، مع المخرجة هبة محمود ورقمكم رقم كذا. وخدنا رقم فعلا، لان الرقم ده كان ليه استثناءات اصلا، في ناس جت وما دخلتش، فاحنا الحمد لله كنا جايين معانا الرقم جاهز. فدي كانت بدايه الانطلاقه. هو شاف المستوى بتاعنا، لقى ان الفريق مستوى عالمي، وحس ان احنا اكبر من مستوى البطوله، او ان انت مستواك عالي محتاج حد يشوفك اعلى، وهكذا. فبعت لهم بطوله من بطولاتنا، فهم برضو عجبهم اللون ده والفكر ده، ما ظهرش في البرنامج قبل كده. سؤال حلو ان هو بعد ده من غير ما يقول لكم. اه يعني انا مش عايز اعلقكم بامل ان انا هقدم وانتوا تستنوا. لا، خد خطوه. انتوا شغالين زي ما انتوا، وان جت هقول لكم، وان ما جاتش يبقى بالظبط. انا ما اديكوش يعني حاله من حالات الاحباط والكلام. بالظبط كده فعلا. فالحمد لله كان في عرض فعلا مميز عندنا اللي هو قدم بيه، بدأنا نسكر العرض شوية، ورحنا ميعاد الكاستنج، رحنا كتيبة كنا 68 واحد. ما شاء الله. يعني كانت حاجة تخض كده، انت جاي بجيش.